اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة حقيقية لواحد المجموعة من اللاعبين الريكبي اللي قدروا يصبروا لواحد من أقوى الحوادث اللي دازت في تاريخ الطائرة. أشنو وقع في هذا الحادث؟ وشنو داروا هاد الناس باش يقدروا ينجاو في ظروف مناخية قاصحة وباردة؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في أحداث الواقعة اللي غنسردوا دابا. كتبدا القصة في 12 أكتوبر 1972 ملي قلعت الطيارة من مطار كاراسكو في مدينة مونتيفيديو الأوروغواي في اتجاه مطار فرانسيسكو غابرييلي الدولي في العاصمة تشيليا سانتياغو، وكان أغلبية الركاب شباب وكانوا متجهين لتشيلي باش يلعبوا ماتش ديال الريغبي. كان الجو خايب، داكشي اللي خلاهم يوقفوا في مدينه مندوزا الارجنتينيه لواحد الليله. الغد ليه البيلوت ديال الطياره كيحسب ليه الجو ولا مزيان ويقدروا يكملوا الرحله عادي فوق جبال الانديز، ويا ريت لو كان ما قررش يتحرك داك النهار. وهنا غادي تبدا القصه ديال بصح. بعد ما قلع الطياره كان مقرر يتفاداو جبال الانديز وما يقطعوهمش ديريكت لسانتياغو اللي كان خطر عليهم يدوزوا فوقها مباشره، خصوصا ان المحركات اللي كانت في طائره فيرتشايل ماشي بداك القوه الكافيه باش تتفادى المطبات الهوائيه اللي ما كتكونش مستقره فوق جبال الانديز. بعد ما دار البيلوت المناوره الاولى على الجبال واتجه للغرب، كان غادي يقطعهم من نهايتهم لمدينه كوريكو، حيت ديك الجهه هي اللي منخفضه وما كتشكلش خطر. حتى لهنا الامور مزيان، كلشي الركاب ناشطين. ولكن البيلوت تواصل مع مطار سانتياغو وقال لهم باللي هما دابا فوق مدينه كوريكو. غادي تسولوا دابا فين هو المشكل؟ كلشي عادي والرحله غادا تمام التمام. هو سيادنا البيلوت دار خطا فادح في الاحداثيات وكان باقي ما وصلش لكوريكو، تقريبا كان في نص جبال الانديز، وقرر يقلب الاتجاه لوجهته الرسميه سانتياغو على الاقل لحد علمه، ولكن فعليا كان غادي داخل جبال الانديز وما في خباره ما يتعاود، خصوصا انه كان فوق السحاب وحتى التضاريس المناخ اللي في هذه المنطقه كيخليو الرؤيه شبه معدومه. والغريب في الامر كيفاش الطيار بكل خبرته وكل شيء يحسب ليه باللي قطع هذه المسافه في وقت وجيز. المهم بقات غادا الطياره على هذا الحال، وكل ما تعمق فوق الجبال كل ما كثروا المطبات، حتى لواحد الوقت ما بقاوش مستقرين وتزادت قوه المطبات الهوائيه. فقرر البيلوت ينزل تحت السحاب باش ينقص عليه الضغط على اساس هو غادي في المسار الصحيح اتجاه سانتياغو. وهنا كانت الصدمه، بعد ما نزلوا تحت السحاب تفاجأ البيلوت والمساعد ديالو بالمنظر اللي شافوا، غير الجبال والثلج، وحتى الركاب ما فهموا والو ملي شافوا من نوافذ الطياره غير البياض والجبال. الحادث المأساوي وقع ملي فاجأتهم الجبال العاليه اللي كانت قدامهم وفي طريقهم، والضعف المحركات. البيلوت بعد عده محاولات باش يعاود يعلي بالطياره عرف باللي ما غاديش يقدر يعلي في الوقت المناسب، وبانت لي واحد الفجوه وسط الجبال، قرر يدوز من وسطهم. وللاسف ضربوا في الجبل. رغم ذلك وتقسمت الطياره على جوج، القدام مشى في جهه واللور مشى في جهه، وبقوه الحادث كاين اللي طار من الطياره في السماء، خصوصا اللي كانوا في جهه الانقسام، والطرف القدامي طاح قزالق مع الثلج حتى استقر لتحت. وللاسف توفوا بزاف الناس، كاين اللي بقوه الحادث، كاين اللي بالبرد، كاين اللي مشى في السماء، وكانوا بزاف منهم متاثرين بالاصابات. وهنا غادي تولد قصه اخرى وسط جبال انديز بطليها فرناندو برادو وروبرتو كانيسا. بعد ما استقر الجزء الامامي من الطياره في وسط الجليد والعواصف الثلجيه، حاولوا اللي نجاو من الحادثه بكل جهدهم يبقاو على قيد الحياه على الرغم من صعوبه المناخ. كان عندهم امل يلقاو طائرات الانقاذ، ولكن للاسف كانوا كيدوزوا فوق منهم وما كيشوفوهمش حيت كان الثلج والطياره بيضاء. كان من المستحيل يبانوا ليهم واخا هما اللي تحت كيشوفوا طائره الانقاذ وكيبقاو يشيروا والو. 8 ايام على هذا الحال، بعد ما سمعوا في واحد الراديو قدروا يشدوا به موجات باللي وقف البحث عليهم وفقدوا الامل. كان خاصهم يصبروا في وسط الثلج اطول مده، ولكن للاسف نقص العدد ديالهم ل 16 شخص فقط. بعد ما توفاو اللي كانوا متاثرين بالاصابات واللي كان الجسم ديالو ما قدرش يقاوم الجو، وقع واحد الانهيار ثلجي ضرب وغطى داك الجزء الامامي اللي كان بالنسبه لهم هو الحمايه من البرد والثلج، وهذا الشيء خلف خسائر بشريه كثير. نهار على نهار بدات كتقل الماؤون واضطروا ياكلوا من اجسام صحابهم باش يقدروا يعيشوا، والقليل فيهم طيح ما بين 30 و 40 كيلو. بعد هاد محاولات الصمود قرروا الابطال ديالنا فرناندو برادو وروبرتو كانيسيا بالاضافه لصديقهم الثالث يتحداو الطبيعه ويكافحوا باش يوصلوا لبر الامان ويجيبوا المساعده، وجدوا الماتيريال ديالهم المتاح وتحركوا عاوتاني في الاتجاه الغلط، بسبب ان المساعد قبل ما يتوفى قال لهم باللي تجاوزوا كوريكو يعني غادي يشدوا الاتجاه الغربي من جبال الانديز، في حين كون شدوا الطريق الشرقيه كان غادي يوصلوا لواحد الفندق على بعد 20 كيلومتر تقريبا. 12 ديسمبر عام 1972 طالقت الرحله ديالهم في الاتجاه الصعيد. كان قدامهم مباشره جبل كبير يحسب لهم حرفيا القمه ديالو هي اللي كيشوفوا بعينيه، لكن الصدمه ملي وصلوا للقمه بعد يوم كامل تقريبا من المجهود والصعوبه في التسلق انه مازال قمه اخرى كتسناهم، ولكن على الاقل لقاو فين يقدروا يباتوا ديك الليله، حيت كانت
ديك القمه اقل بروده، تلاصقوا مع بعضياتهم واستعملوا واحد الحقيبه مضاده للبرد كانوا صوبوها بحال هاد الظروف في الرحله. والغد اللي كملوا التسلق شويه لاحظوا باللي كاين بحال الطريق وسط الجبال، ولكن في الجهه الشرقيه اللي كان خاصهم يسلكوا المره الاولى. ولكن دابا فات الوقت، وبعد بزاف المشاورات واش ننزلوا ثاني ونسلكوا الطريق الشرقيه ولا نكملوا، قرروا يكملوا التسلق حيت الطريق طويله وخدا لهم هادشي بسبب الطريق الصعيبه والمناخ 3 ايام. كان الامل ديالهم ملي وصلوا القمه غادي يبان لهم شي فيلاج ومدينه ولا شي خضوره ولا شي اثار الحياه، ولكن للاسف كانت الصدمه انه على تسريحه عينيهم غير الثلج والجبال. ناندو قال لصاحبه غادي نكملوا واللي بغى يوقع يوقع، يا نوصلوا لبئر الامان يا نموتوا حنا كنحاولوا. قرروا ان صاحبهم الثالث يعطيو الماء ديالو حيت الرحله باقا مطوله، ورجع للطياره وبالفعل داكشي اللي دار، وكان النزول سهل مقارنه مع الطلوع حيت كانت عنده غير حدره خدات ليه تقريبا غير شي ساعات باش يوصل على عكس الطلوع ديالو. وبالفعل وصل عند صحابو عاود لهم اللي طرا، وهنا كيبان الصعوبه اللي واجهوا في الجهه الاخرى. ناندو وروبرتو كملوا طريقهم وهاد المره ما كانوش كيتسلقوا، كيحاولوا يدوزوا بين الجبال وكيلقاو شي صعوبات اخف من الاول. خدات لهم الرحله تقريبا 10 ايام حتى ما بقى فيهم ما يتشاف. وصلوا لاخر بلاصه فيها الثلج وبدات اليابسه والحياه. ما تخيلوش الفرحه اللي حسوا بها في ديك الوقت، اخيرا وصلنا لليابسه، بانت لهم الطبيعه والحياه. ضربوا واحد المسافه حتى وصلوا لواحد الواد دايز. بالصدفه كان واحد الشخص الضفه الاخرى فوق العود ديالو، بقاو كيحاولوا يتواصلوا معاه، وبحكم ان الواد عريض بزاف قرر داك الراجل يدير ورقه في حجره ويرميها ليهم هي والستيلو باش يكتبوا ليه اش بغاو. ملي ردوا ليه الورقه حرفيا صدم وشاف فيهم وقال لهم راني فهمتكم بالاشاره، ولاح لهم شويه الخبز والجبن. كانت اول وجبه طبيعيه ليهم بعد ما كانوا كيتقاوتوا بصحابهم. قال لهم خليكم تم ومشى فوق العود ديالو، وبسبب البعد على المجال الحضاري خدا تقريبا شي 10 سوايع باش يرجع هو والطيارات المنقذه والعسكر والصحافه حتى هما رجعوا. وهنا باقي لهم اخر مهمه اللي هي صحابهم اللي بقاو وسط الجليد. كيفاش غادي يقدروا يوصلوا ليهم؟ ناندو الوقت اللي كان في الرحله كان كيحفظ المسارات والاتجاهات اللي دازوا منهم، وملي جبدوا ليه العسكر الخريطه شرح لهم الطريق وقالوا ليه باللي مستحيل تكونوا هنا حيت مشطنا هذه المنطقه اكثر من مره. اكد لهم المره الثانيه باللي هذه البلاصه هي مكان الطياره، وقال لي قائد الهليكوبتر باللي صعيب نعرف البلاصه بالضبط، خاصك تمشي معايا. وعلى الرغم من العذاب اللي دوز وكان في حاله يرثى لها، مشى معاه ووراه المنطقه. ما بانت لهم البلاصه ديال الحطام والركاب حتى نزلوا مزيان. ما تخيلش فرحتهم كانت قداش ملي وصلوا لهم وقدروا ينقذوهم. هذه كانت من اغرب واشهر قصص الطائرات، ويمكن راجع العناوين الصحف اللي كانوا كيكتبوا اكلي لحوم البشر وكيشيروا لهذه النقطه بزاف سواء بالسلب ولا الموجب.